أدعو الجن عشق باش يخطبني الأبد. عليك بالعودة لله إن كنت غافلا. العودة إلى الله، التوبة، الذكر، التوكل، الاستعانة، الصبر. هذا هو السلاح، لا سلاح غيره، لا يوجد شيء. مهما قدمت وتقربت وذبحت وقربنت وأعطيت فلن يرد عنك هذا الأذى شيء سوى الله، سوى المولى سبحانه وتعالى، لا إنس ولا جن. فهمت؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة. الصلاة لأنها القربة الوحيدة التي تقربك من ربك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فادعوه في السجود، فأكثروا فيه الدعاء. الإنسان إذا سجد فإنه قريب إلى ربه. ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ يذهب فيسجد. أقرب شيء إلى ربك هو السجود. هما كاين اللي يركع للملوك، كاين، بس لا يوجد من يسجد أبدا، لأن السجود ممنوع لله وحده. حتى وإن سجد فتجد قلبه معلق بربه. لهذا أكثر الدعاء في السجود. عندما تسجد في الصلاة فأطل سجودك، لا من أجل هذا السواد، هذا السواد لا شيء. هو يقول لك: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لوجوههم وليس ناصيتهم هذه الناصية. النور، تجد إنسان عندما تجده تقي ورع خائف عالم متعلم معلم، فتجد النور في وجهه، وليس هنا السواد. السواد هنا يأتي حتى في القدم، حتى في القدم يوجد سواد. هل القدم تسجد؟ هناك أناس يبقى ساجدا حتى تسودات فيقول: أنا يعني قد ذكرني الله في لا لا، أنت على خطأ، هذا خطأ فادح. سماهم في وجوههم النور، نور على نور. ومن يعطى هذا النور؟ عباد الله الصالحين. يأتي من المس، يأتي من الشياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض قول، يعني